المرة اللي فاتت خدنا ان combination of n على b هي عبارة عن variation of n على b على الb فاكتوريال، وقلت لك هكتب لك القانون. بص كده القانون هتلاقيه نفس قانون الفاريشن، بس في b فاكتوريال زادت في المقام. ليه؟ عشان احنا بنقسم. بس كده هو ده الفرق. واكيد انت جبت قانون لوحدك، ولو ما جبتش القانون لوحدك عادي جدا عادي جدا. انا كتير ما كنتش بعرف اصلا استنتج قوانين، فعادي الموضوع سهل، وهنا مجرد تعويض. طيب تعالوا بقى اكلمكم عن حاجة اهم النهاردة، وهو الموضوع اللي انا اكلمكم فيه. اكيد مش جاي اكلمكم عن القانون symmetry of combination. اللي انا هقوله دلوقتي هو قانون وليه قاعدة، لكن ركز منه كمنطق اكتر منه قانون. كمنطق اكتر منه قانون. طيب خليني اقول ان انا هجيب combination of 5 و3. يعني انا بختار من 5 عناصر 3 عناصر. هتقولي تمام جدا. هقولك انا بختار من 5 عناصر 3 عناصر، مش ده معناه لو انا عندي 5 اماكن ان في مكانين هيفضوا؟ هتقولي ايوه. هقولك كل احتمال، لو انا كتبت كل الاحتمالات كده في المطلق هلاقي دايما في مكانين فاضيين، لان انا بختار 3 من 5. هتقولي ايوه. هقولك مش ده معناه ان بكم طريقه اقدر اختار 3 عناصر من 5 عناصر هي بكم طريقه اقدر اختار عنصرين من 5 عناصر اللي باقي. هتقولي ثانيه واحده، يعني انت عايز تقولي ان مثلا سي اوف 5 و4 او كومباينيشن اوف 5 و4 هي كومباينيشن اوف 5 و1؟ هقول لك ايوه. احسبها كده هتلاقي دايما المكان الفاضي بيتكرر معايا في عدد الاحتمالات، فهي. انا دايما بقولها بالطريقه دي لان دي الطريقه اللي بتسهل عليك القانون ده. من هنا تقدر باختصار تستنتج ان في قانون اسمه سي اوف ان على بي هي سي اوف ان بي سي اوف ان ماينس بي. كده الفيديو ده خلص. انت هتسألني دلوقتي انا ليه سميتها سيمتري. هقولك في الفيديو اللي جاي انا ليه بقول عليها سيمتري وهي هتقف فين بالظبط. عامة لو عجبك الفيديو ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا لدعمك وتشجيعك، وابتسم واستمتع بالفيديوهات. سلام.